تالتة إعدادي عاملين إيه؟ يا رب دايمًا تكونوا بخير وبصحة وسلامة والدنيا تكون معاكم كويسة ومستعدين يا أبطال للامتحان والدنيا هتبقى تمام التمام. إيه النهارده بنتكلم عن إيه؟ النهارده ميعادنا مع الحصة التانية في كتاب المراجعة بتاعنا، خلاص اشتغلنا على الحصة الأولى المعادلات وطبعًا الإخطر باحلها معاك في الحصة وخلصنا المعادلات، يالّا نخش على رقم 2 ومسائل البرهان. طبعًا أنا برضه حليت مع الناس كلها الإخطر وفي ناس حلِّت معاها برهان، وحلينا الإخطر واتدربنا عليه سوا مع بعض. دلوقتي هنخش على مسائل البرهان، حضّر كشكولك يا بطل ومع بعض. خلاص، بنطلّع كتابنا اللي هو صفحة 12 وبنشوف الأسئلة بتاعتنا ماشية إزاي. طبعًا هامسك الكتاب بتاعك عشان هاخفي المسألة وأحل على طول. نقرأ المسألة مع بعض. فيها الشكل المقابل دائرتان متحدتان المركز م وأ ب وتر في دائرة كبرى. بيقطع الدائرة الصغرى في ج ود وم ه عمودي على أ ب. أثبت إن الألف ج بتساوي الب د. طبعًا اشتغلنا مع بعض في السؤال ده واتكلمنا كذا مرة عليه. تعالَ الأول نتكلم على الرسم بعد كده نشوف طريقة البرهان جاية إزاي. أنا معايا دائرة كبيرة ومعايا دائرة صغيرة، فهاشتغل على الناحيتين، مرة هاشتغل على الصغيرة وأقول إن م ه عمودي على ج د فيدينا إن الجزئية ديّة كلها بتساوي الجزئية ديّة، حلو. ومرة هاشتغل على الدائرة الكبرى، فبالتالي هيكون م ه عمودي على أ ب كلها فيديني الجزء ده كله بيساوي الجزء ده، وأنا عايز أطلّع الجزء ده. يبقى أطرح الجزء الصغير من الجزء الكبير، يبقى السؤال بتاعي خلص. طيب، تعالَ نشوف بقى إحنا ممكن نكتبها برهان إزاي، وطبعًا قُلت لك البرهان براحتك زي ما أنت عايز، أدي الرسمة قدّامك ونبتدي اللي إحنا نشتغل. هنيجي نعمل كده ونقول في الدائرة بنحدد طبعًا شغلنا الصغرى. إيه يا عم اللي أنت شايفه في الدائرة الصغرى؟ قال لي م ه عمودي على أ ب. يبقى الجيم ه بتساوي اله د ونسمي دي رقم 1. نعمل نفس الكلام في الدائرة الصغرى. في الدائرة الصغرى هيبقى م ه عمودي على أ ب بقى كلها، يبقى كده أ ه بتساوي ه ب واسمي دي رقم كام؟ 2. ونقول له كده بطرح الصغير اللي هو 1 من 2، هاطرح 1 من 2 هيدينا أ ج بتساوي د ب وهو المطلوب إثباته. تعمل بقى وأنت بتذاكر يا بطل كده من الأول، توقف الفيديو تمام، وتروح أنت حللها أنت لوحدك وتشوف نفسك بقى أنا أحلها إزاي. بتوقف الفيديو طبعًا قبل ما أنا أكمل حل وتجرب نفسك كده أنت بتذاكر معايا كويس جدًا. خلصنا السؤال الأول، نروح لسؤال تاني. برضه نحب إن إحنا نتناقش على الرسمة قبل ما نروح للحل. م دائرة طول نصف قطرها 5 سنتي وأ ب 8 سنتي ود منتصف أ ب. احسب طول م د وطول د ه. تعالى نشوف القصة على رسم. أ ب ب8 يبقى الجزء ده ب4 والجزء ده ب4 عشان قال لك دول بيساووا بعض. حلو، ونص القطر ب5. طبعًا أنا عندي كده أنصاف أقطار للناحيتين. عندي الميم أ نص قطر وعندي الميم ه نص قطر. حلو، يبقى دي ب5 ودي برضه كلها لو أنا عايز أحسبها هتبقى ب5. باجيب الحتة دي بس اللي هي دي كده، المثلث ده يعني، باجيب الجزء ده كده أو الضلع، أنا شغال في المثلث ده، هاجيب الحتة الصغيرة دي بنظرية إيه؟ فيثاغورس. ده طبعًا ده ضلع، فباجيب الضلع إزاي؟ ربّع، ربّع، اطرح تحت الجذر، فتلاقي الناتج هنا طلع ب3. يبقى كده أنا جبت له م د اللي هو عايزها الأول. بعد كده لو أنت واخد بالك إن دي كلها ب5 معايا منها كام؟ 3، يبقى فاضل لي الحتة الصغيرة 2. شوف بقى هنكتبها برهان إزاي يا صديقي. تعالَ نشوف.
خلاص بقى أنا علمتك الطريقة بتاعتك، آدي الرسمة، تمام، الرسمة أهي، ونشوف القصة بتاعتنا ماشية إزاي. بنبدأ أهو، يلا خلاص إحنا عرفنا إن ا ب كلها ب8، فأنا معايا يا مستر إن هابدأ اللي أنت عايز تبدأه. أنا معايا يا مستر إن ا ب كلها ب8 سنتي، فأنا معايا هنا إن أ د بتساوي الدال ب بتساوي 8 كده على ال2 يبقى كل جزء خد 4. ومعايا برضو إن م أ بتساوي م ه بتساوي 5 سنتي، وما بين قوسين عشان دول أنصاف أقطار. حلو. وأنا عايز أجيب الحتة دي بنظرية فيثاغورس، يبقى لازم أقول له إن هنا في زاوية قايمة. يبقى أنت كده معاك إن م د عمودي على أ ب، يبقى هنا قياس زاوية م د أ بتساوي 90. لازم تعرفوا إن هنا في مثلث قائم قبل ما تستخدم فيثاغورس. خلاص يبقى أنا كده معايا مثلث اسمه أ م د، هجيب منه الضلع اللي ناقص واللي هو مطلوب منك. م د هتساوي جذر الكام يا صديقي؟ قال لي ال5 تربيع ناقص ال4 تربيع، الإجابة طلعت 3. بعد كده هو عايز اله د، يبقى ه د هتساوي 5 ناقص 3، الإجابة بتاعتنا 2، وده اللي اتفقنا عليه في البرهان بطريقتنا اللي احنا عايزينها. السؤال اللي بعده يا صديقي، طبعا السؤال اللي بعده ما فيهوش أي حاجة خالص، واتدربنا عليه بدل المرة 1000. حلو، يا منتصف عمودي زاوية قايمة، منتصف عمودي زاوية قايمة، وده شكل ايه؟ رباعي. أطرح من كام؟ من 360، وأجيب الزاوية اللي هو عايزها. يلا يا عم، يلا يا صديقي، نبدأ كده. أ د بتساوي د ب، أسمع بقى صوتك الجميل. أ د بتساوي د ب، وراها م د عمودي على أ ب، وراها م د عمودي على أ ب، يبقى كده قياس زاوية أ د م بتساوي 90. ومعايا إن أ ه بتساوي ه ج، يبقى كده م ه عمودي على أ ج، يبقى كده قياس زاوية م ه أ بتساوي 90. ومعايا طبعا إن قياس زاوية أ بتساوي 55، يبقى كده قياس زاوية د م ه هتساوي 360 ناقص 90 زائد 90 زائد ال 55، يبقى الإجابة بتاعتنا 125. السؤال ده بيقول لك أ ب وتر في دائرة م، وأ ج ينصف زاوية ب أ م، ويقطع الدائرة م في ج، وإذا كانت الدال منتصف أ ب أثبت أن د م عمودي على أ ج. حلو. لو أنا عايز أثبت إن ده عمودي على ده، أشتغل على كل المعطى اللي موجود قدامي. فمن المعطيات اللي موجودة قدامي إن أ د بتساوي د ب، أ د بتساوي د ب، والتساوي ده بيبقى وراه عمودي، يبقى م د عمودي على أ ب، والعمودي بيبقى وراه زاوية قايمة، يبقى قياس زاوية أ د م بتساوي 90. ومعايا برضو إن الزاوية دي بتساوي الزاوية دي، يعني قياس زاوية ب أ ج بتساوي قياس زاوية م أ ج، وده معطى هو مديهولي. ومعايا برضو إن م أ عمودي على آسف م أ بتساوي م ب، م ج كمان، مش مركز أنا كده معلش حقكم عليا. م أ بتساوي م ج، عشان ما بين قوسين دول أنصاف أقطار، يبقى كده يا صديقي هيبقى قياس زاوية م أ ج بتساوي قياس زاوية م ج أ، ونسمي دي رقم 2. من 1 و2 بقى هتلاقي في زاوية اتكررت اسمها م أ ج، نشيلها تماما، فهيدينا تشطبش طبعا أنا بشرح لك، هيدينا يبقى نقول له كده من 1 و2 هيدينا إن قياس زاوية ب أ ج بتساوي قياس زاوية م ج أ.
نستأذن دي شوية نرجع لها تاني. لو احنا علمنا على الزاويتين بقى ان احنا اتفقنا عليهم، الزاوية الأولانية اهي ب أ ج اهي الزاوية دي علمنا عليها كده، وعلمنا على الزاوية دي. فطبعا كده لو عملنا كده هيبقى الاتنين دول في وضع ايه؟ تبادل. نرجع تاني بقى. ماشي. فهمتوا يعني الاتنين دول في وضع ايه؟ تبادل. هو مش عايز يطلع غير اما نمسح يا شباب بقى. فانت فهمت اللي انا اقصده. المهم ان الزاويتين دول نقول له كده وهما في وضع تبادل. طالما هما في وضع تبادل يبقى كده أ ب بتوازي م ج. بتوازي ايه؟ م ج. واحنا قلنا فوق ان في تساوي وفي منتصف، وقلت لك واحنا في الحصه طالما الجزء ده بيوازي الجزء ده يبقى ده عمودي، هيبقى عمودي على الجزء اللي تحت وبرضه هيكون عمودي على الجزء اللي فوق، يعني عمودي مشترك. فانت أ ب بتوازي م ج، واحنا قلنا فوق ان م، يعني لسه قايلين فوق كده مع بعض ان م د عمودي على أ ب، يبقى نفس القصه هتبقى م د عمودي على م ج وهو المطلوب اثباته. طالما ده عمودي يبقى ده ايه؟ عمودي. لما تلاقي سؤال بالمنظر ده انت واقف فيه فبتبتدي تكتب كل المعلومات. يا وحش يا بطل ركز معايا. هتكتبي كل المعلومات اللي موجودة قدامك. هتكتب كل المعلومات اللي موجودة قدامك. الهندسة لازم تبقى إنسان شواف، شايف إيه اللي موجود في الرسمة عشان تعرف تحل. مش راجل حافظها. لو أنت حافظها صدقني مليون في المية مش هتعرف تحل سؤال. فاهمني يا عم الحاج؟ فهماني يابا؟ فهماني يا خالتي؟ ركز معايا، ركزوا معايا، ركزوا معايا. خش يا وحش على اللي بعدها، واللي بعدها هسيبها لك هتناقش فيها كده لانها زي اللي فاتت فما فيهاش قصه يعني. هنقول ان س منتصف، فهنا يبقى فيه عمودي، والعمودي يبقى فيه زاويه قايمه، وهنا فيه توازي. فخلاص احنا قلنا الجزء ده عمودي على ده يبقى الجزء ده عمودي على ده. انت هتقول كده اهو أ س بتساوي س ب، يبقى كده م س عمودي على أ ب. مش محتاجين الزاويه القايمه في حاجه. ومعاك ان أ ب بتوازي ج د، يبقى برضو م ص عمودي على ج د. خلاص الموضوع كله مشترك. انت فاهمني؟ طالما ده بيوازي ده يبقى الاثنين زي بعض. اهو أ س بتساوي س ب وم س زي اللي لسه قايلها لك المره اللي فاتت. يبقى اذا الميم الصاد س او السين صاد كلها، س صاد كلها عمودي على ج د. يبقى اذا صاد منتصف الجيم د. وحش وحش وبطل وبرنس. السؤال اللي بعده، وطبعا اتدربنا عليه بدل المرة 1000، وهنحل برضو كده شفوي عشان الناس تبتدي انها تكتب. هنا في عمودي تساوي، يبقى عمودي فيه زاوية قايمة، يبقى هنا فيه زاوية قايمة، وهنا برضو فيه زاوية قايمة، وهنا 120 طرحت بقوا 60. الزاوية دي بتساوي الزاوية دي بالتقابل بالرأس. الحتة دي كده نص قطر، الحتة دي كده نص قطر. حفظتك في الحصة نقي نقي زاوية زاوية، نقي نقي زاوية زاوية. يبقى هجمع واطرح من 180، يبقى الإجابة هنا طلعت 60 والإجابة هنا طلعت 60. كل زاوية من المثلث بتساوي 60، يبقى إذا المثلث متساوي الأضلاع. إذا المثلث إيه؟ متساوي الأضلاع. تعال نكتبها بطريقتك اللي انت شايفها. هنقول له ب د بتساوي د أ، يبقى م د عمودي على ب أ، يبقى قياس زاوية ب د أ بتساوي 90. الجزء الثاني أ ه بتساوي ه ج، يبقى م ه عمودي على أ ج، يبقى قياس زاوية م ه أ بتساوي 90. وانا معايا اصلا ان قياس زاوية أ ب 120،
وده شكل رباعي، يبقى قياس زاوية د م ه هتساوي 360 ناقص ال90 زائد ال90 زائد ال120، يبقى الإجابة طلعت 60. وبعد كده بقول له إن قياس زاوية د م ه بتساوي قياس زاوية ص م س بتساوي 60. ليه يا عم الاتنين دول بيساوي 60؟ قال لي من غير ما أفكر بالتقابل بالرأس. ماشي. وبعد كده م ص بتساوي م س، عشان دول ما بين قوسين أنصاف أقطار، يبقى نق زاوية زاوية، يبقى كده قياس زاوية ص بتساوي قياس زاوية س هتساوي 180 ناقص 60 على الاتنين، يبقى الإجابة 60. يبقى إذا المثلث ج ص س متساوي الأضلاع. على فكرة عبيطة والله، ما تفكرش إن أنا كاتب كتير، يعني ده هم عبارة عن مسألتين في بعض، يعني القصة مش ماشي، يعني أنت مش زي ما أنت فاهم، فهي مش كده يعني. أنت لو معايا أنت هتلاقي أنت فاهمني صح؟ أنت فاهمني، فأنا مش محتاج إن أنا أشرح، فأنت كده فاهم، فأنت مش محتاج إن أنا إيه أشرح. يلا خش على اللي بعدها، واللي بعدها طبعًا تفهم. يلا عايزك تسمع معايا القواعد. يلا قول أيوه. تساوي عمودي زاوية قايمة، مماس عمودي زاوية قايمة، الشكل رباعي 360. بس خلاص السؤال خلص. بس كده أخدناها كده. يلا مع بعض. تساوي عمودي زاوية قايمة، مماس عمودي زاوية قايمة، هو ده اللي أنت هتمشي وراه. أدي التساوي يا عم. ج ه بتساوي ه ب، وراه على طول عمودي، يبقى م ه عمودي على ج ب، وراه على طول زاوية قايمة، يبقى قياس زاوية م ه ب بتساوي 90. الناحية التانية أ د مماس، والمماس وراه إيه؟ عمودي، م د عمودي على أ د، يبقى معايا زاوية قايمة بقياس زاوية م د أ بتساوي 90. وأنا معايا أصلا إن قياس زاوية أ ب56، وده شكل رباعي، يبقى إذا قياس زاوية إيه؟ م د بتساوي 360 ناقص 90 زائد 90 زائد 56، الإجابة 124. هوبا تيتا هوبا يلا، مش عارف إيه اللي أنا بقوله، يلا. ماشي يا صديقي. السؤال اللي بعده بيقول لك أنا عايز أجيب طول العين صاد. حلو، ده نص قطر ده نص قطر، بس مش قصتنا دلوقتي. ده مماس، يبقى ده عمودي، يبقى هنا في زاوية قايمة، يبقى نجيب الحتة دي كلها كده بنظرية فيثاغورس. ربع ربع اجمع تحت الجذر، فالحتة دي كلها كده طلعت 13. طب من هنا لحد هنا نص قطر، وهنصاف الأقطار كلها متساوية، فدي 5 هتبقى دي برضو كام؟ 5. طب معايا كام من ال5؟ قال لي معاك 13، يبقى فاضل لك كام؟ 8، وهو المطلوب إثباته. يبقى أول حاجة بنقولها له إن ص س عبارة عن مماس، والمماس وراه عمودي، يبقى م س عمودي على ص س، والعمودي وراه زاوية قايمة، يبقى قياس زاوية م ص س بتساوي 90. وبعد كده أنا معايا هجيب نظرية فيثاغورس، يبقى هجيب له م ص بنظرية فيثاغورس، هيبقى جذر ال 12 تربيع زائد ال5 تربيع، الإجابة 13. بعد كده أنا معايا إن م ع بتساوي م س بتساوي 5 سنتي، يبقى كده عشان دول طبعا أنصاف أقطار، يبقى كده الصاد عين اللي هو عايزها هتبقى 8 ناقص 5، يبقى صاد عين بتساوي 3 سنتي. بس إيه اللي أنا بعمله ده؟ يا جدعان يا جدعان عرفوني، عشان أنا تعبان وبنسى، بالله عليكم يعني، والله لا بجد أنا تعبان وبنسى. غلط. ماشي، أنا نسيت أصلا. 13 ناقص 5 الإجابة كام؟ 8. سؤال في غير موضعه بس حلو. سؤال هو المفروض يبقى في الوحدة التانية بس جالنا هنا. أ ب ج قطر في دائرة، أ ب ج قطر في دائرة، أ د آسف قطر في دائرة مركزها م، وج أ وج ب ممسان في دائرة عند النقطتين أ وب.
عايز يثبت ان الزاويه اللي بره دي بتساوي الزاويه دي. هو ليها حل في الوحده الاولى، بس هنروح حاجه نحلها من الوحده الثانيه عشان اسرع واسهل. يعني هتبقى اسرع وجميله انت تحبها. ده مماس، يبقى هنا في عمودي، يبقى هنا في زاويه قايمه. خلي بالك العمودي بيبدا من ميم، طالما ميم تطمن ان هنا في عمودي. وده مماس، يبقى هنا عمودي، يبقى هنا في زاويه قايمه. فالزاويتين دول قصاد بعض يا وحش، اهو قصاد بعض. فلما يكونوا قصاد بعض عملوا كام؟ 180. فمن خواص الشكل الرباعي الدائري ان الزاويتين قصاد بعض لازم يعملوا كام؟ 180. فاذا الشكل ا ج ب م ده شكل رباعي دائري. فمن خواص الشكل الرباعي الدائري ان في زاويتين مرسومتان على قاعده واحده وفي جهه واحده. اتنين، الزوايا المتقابله لازم تعمل 180. والخاصيه الثالثه هي الاهم ليك، ان الزاويه الخارجه بتساوي المقابله للمجاوره لها. ادي المجاوره وادي المقابله بتاعتها، واللي هو اصلا عايز يثبتها. يبقى انت كل اللي انت هتعمله ببساطه خالص عشان يبقى السؤال سهل، تثبت ان الشكل ده رباعي دائري. يبقى انت معاك يا صديقي ان ج ا ده عباره عن مماس، والمماس وراه عمودي، يبقى م ا عمودي على ج ا. يبقى كده يا وحش قياس زاويه ج ا م بتساوي 90. ونفس الكلام تحت بتقول ان ج ب عباره عن مماس، والمماس وراه عمودي، يبقى م ب عمودي على ج ب، والعمودي وراه زاويه قايمه، يبقى قياس زاويه ج ب م بتساوي 90. اذا واقول له كده بما ان قياس زاويه اللي انت لسه جايبهم ج ا م زائد قياس زاويه ج ب م 90 زائد 90، الاجابه عملت 180. اذا الشكل ا ج ب م ا ج ب م رباعي دائري. وطالما الشكل ده رباعي دائري يبقى الزاوية الخارجة عنه بتساوي المقابلة للمجاورة لها، وهو ده أصلا اللي عايز يثبته. وكده أثبتناه بطريقة سهلة وبطريقة الشكل الرباعي، وأحسن بكتير جدا من أي حاجة تاني ممكن تلف وتدور. في الشكل المقابل ا ب مماس وهي ج قطر، وقياس زاوية ا ب20، اوجد قياس زاوية ج. طيب في ناس استخدمت ان ب ج على طول ده عمودي، وده غلط. لما يكون في جزء هنا او هنستخدمه عمودي اوعى تعمل الكلام ده تماما. طب العمودي بيبدأ منين يا شباب؟ قال لي بيبدأ من المركز. طب نص القطر بيبدأ منين يا شباب؟ قال لي بيبدأ من المركز. طب البعد بيبدأ منين يا شباب؟ قال لي بيبدأ من المركز. يبقى الثلاثة دول في بداية نطقك ليهم انت بتبدأ بحرف اسمه حرف الميم. يبقى انا هنا هبدأ من عند الميم واعمل عمودي. يبقى احنا كده بنزود في السؤال كلمة العمل، والعمل اللي هو نقول له نرسم م ب عمودي على أ ب عشان نعمل عمودي ونعرف نشتغل. فهنا بقى في زاوية قايمة وده مثلث. هنا 90 20 فاضل لي كام؟ بالظبط كده فاضل لك 70. حلو. فأصبحت اللي هو عايزها دلوقتي هو عايز زاوية ج. حلو، ادي زاوية ج واحنا جبنا له زاوية م. فانت عندك طريقتين للحل هنا، ان احنا هنعتبر ان زاوية م دي هي تعتبر زاوية مركزية، وزاوية ج هي يعتبر زاوية محيطية. فاحنا عارفين ان المركزية هي نص المحيطية، المركزية نص ليه المحيطية. ده حل. في حل تاني ان احنا نوصل، في حل تاني بقى نشوفه كده مع بعض لسه جاي في دماغي دلوقتي، ان احنا ممكن نوصل كده، يعني نرسم هي ب، فده كده يعتبر قطر. فالقطر بيبقى قدامه زاوية قايمة، هنشوف هنجرب. القطر يبقى قدامه زاوية ايه؟ قايمة. اله ب اله ب ج دي تعتبر زاوية ايه؟ قايمة.
بس اعتقد ان القطر ان احنا هنستخدمه انها تعتبر زاوية قايمة مش هينفعنا تماما خالص، لان مش مستخدمه في حاجة. يعني هنا زاوية 20، فما قداميش غير العمل ان انا ارسم عمودي واريح دماغي، وهو ده الافضل ليك. طيب يبقى احنا هنا خلينا في العمودي، واللي هو الافضل بالنسبه لنا، وممكن ما نحلوش بالزاويه المركزيه برضو عشان نقول احنا لسه ما دخلناش في الوحده الثانيه، فممكن نحله بحاجه تاني. خلاص قلنا ان دي 90 ودي 20 هتبقى دي 70، دي زاويه مستقيمه بتعمل 180، معايا 70 يبقى فاضل لي 110، ده نص قطر وده نص قطر، انصاف الاقطار متساويه، يبقى دي برضه هتطلع 35 ودي هتطلع 35. عشان سامعك اللي بتقول احنا لسه ما دخلناش في الوحده الثانيه، ادينا حليتها من غير وحده ثانيه خالص. حلو، تعالى بقى نحلها بالطريقه دي بقى. يبقى انا اول حاجه هنقول له العمل نرسم م ب عمودي على ا ب. يبقى البرهان بقى اللي هنكتبه هنقول كده اللي انا معايا ا ب مماس، والمماس وراه عمودي اللي هو م ب عمودي على ا ب، والعمودي وراه زاويه قايمه بقياس زاويه ا ب م بتساوي 90، وانا معايا ان قياس زاويه ا بتساوي 20. يبقى اذا مثلث ا ب م هروح جايب منه قياس زاويه ب م ا اللي هي هتساوي 180 ناقص 20 زائد 90، الإجابة 70. أنا عايز أقول بقى إن هنا في زاوية مستقيمة، أقولها إزاي بالبرهان؟ هقول له إن م تنتمي لألف، أو من هنا لحد هنا من ه ج اللي هو القطر يعني. الحتة دي كده أنت قلت له بالبرهان إن هنا في زاوية مستقيمة بتعمل 180، يبقى كده قياس زاوية ب م ج هتساوي 180 ناقص ال70 بتساوي كام؟ 110. خلاص بقى القصة التانية بتاعتك م ب بتساوي م ج عشان دول أنصاف أقطار، فنق زاوية زاوية، يبقى كده قياس زاوية م ب ج قياس زاوية م ب ج بتساوي قياس زاوية م ج ب اللي هي هتساوي 180 ناقص 110 على الاتنين، الإجابة 35. فبراحتك بقى الدنيا معاك، شوف انت حابب ايه واكتبه، مش هفتر مش هقول لك حاجة. السؤال ماشي يا عم. السؤال اللي بعده خلي بالك هو عبيط، مش يعني مش صعب، هو عايز يثبت ان أ ب كلها كده بتساوي أ ج. خلي بالك اللي هو ايه أ ب وأ ج بالترتيب، يبقى دي ب عشان في غلطة هنا. طبعا دول أوتار، يبقى انت لازم تثبت ان الأبعاد متساوية. وهو هنا وبعد كده طالب منك ان قياس زاوية د م ه عايز يشوفها بكام. طيب هل في معطى هو مديها لي؟ قال لي اه. خلي بالك معلش السؤال ده برضو داخل في الوحده الثانيه، قطعتان ممستان صغرى، نشرحه برضو وهنأكد عليه في الوحده الثانيه. طبعا مثال البرهان خلاص احنا بدأنا ننوع، وخلي بالك الملزمه برضو اللي معاك فيها. فاكر انت نظريه الطربوش اللي قلت لك عليها؟ ايوه يا مستر، طالما ان هنا معايا طربوش وهنا معايا طربوش، يبقى الاثنين دول قد بعض، يبقى الاثنين دول ايه؟ قد بعض. طب ما اهي نص أ ج ودال نص أ ب، طب ما كده أ دي بتساوي كلها على بعض. هي واحدة واحدة بس عشان ما تستعجلش ونبوظ الدنيا مع بعض. انت رايح فين؟ خد يابا احنا هنا، واحدة واحدة كده ونشوف. أنا معايا إن أ ه بتساوي أ د، والسبب إن هم قطعتان مماستان بالنسبة للدائرة الصغرى. هم أخدنا قاعدة كده نظرية اللي هي نظرية 4، قطعتان مماستان. حلو. ومعايا إن م ه عمودي على أ ه، وإن م د عمودي على أ د. طيب أنا فوق أثبتت إن في أوتار متساوية، وأثبتت إن عليها عمودي، ما هو م ه عمودي وم ه عمودي. طالما الاتنين دول متساويين يبقى الاتنين دول متساويين. نظرية الأوتار، أوتار متساوية أبعاد متساوية، أوتار متساوية أبعاد متساوية.
يبقى كده انت معاك هتبقى كده ان م ه بتساوي م د. حلو. طب ما انت خلي بالك لو عملنا امتداد بقى لهنا، يعني انت كده ان م ه عمودي على الالف ج كلها عادي، وميم د عمودي على الالف ب كلها عشان احنا قلنا دي ب. يبقى اذا الف ب بتساوي الف ج وهو المطلوب اثباته. احنا يا شباب استخدمنا ان الف ه والف د قطعتان ممستان للدائره الصغرى، وانا عندي نظريه 4 بتقول القطعتان ممستان بيبقوا متساويين، وعارف ان دي عمودي ودي عمودي، وانا معايا ان اوتار متساويه يبقى وراها على طول ابعاد متساويه. من غير ما افكر هتبقى وراها ابعاد ايه؟ متساويه. وانا عارف ان م ه هتبقى عمودي على الف ج كلها، وعارف ان م ه هتبقى عمودي م د عمودي على ا ب كلها. يبقى خلاص طالما دول متساويين يبقى دول برضو متساويين. طبعا دي هسيبك انت تجيبها، ده شكل رباعي، دي 70 دي 90 دي 90، شكل رباعي يبقى هتساوي 360. لو انت بقى عندك حل تاني او طريقة تانية اكتشفتها في السؤال ده وحابب تقولها لي، قولها لي يا عم في الحصة. قول لي لا يا مستر انت غلطان في 1 2 3، انا عندي طريقة تانية ونشوف طريقتك. وانا احب جدا نتناقش معايا في البرهان، ده مش عيب طبعا خالص، ده حاجة بتفرحني اصلا. البرهان ملوش طريقة ثابتة نقعد نثبتها مع بعض في كل الأسئلة. عايز اثبت ان ج ده المماس، وسبق قلت لك لما تثبت مماس دور على زاوية تعمل لك 90. يعني انت عايز تثبت مماس يبقى دور لي على زاوية بتعمل 90. خلاص يعني انا علمتك على فكرة، قلت لك لما تلاقي دايرة صغيرة ودايرة كبيرة انت عارف البداية بتكون ايه. مستر م ن بنقول عليها خط المركزين اهو، كده انت افتكرت البداية. م ن خط المركزين. بعد كده خط المركزين يا مستر معايا ان ا ب يعتبر وتر مشترك. خلاص انا علمتك كل القصه دي، وتر مشترك. بعد الوتر المشترك خلاص عرفنا ان م ن عمودي على ا ب. حلو الكلام. طالما عمودي يبقى في زاويه قايمه، يبقى هنا زاويه ب ه ن بتساوي 90. وانا معايا اصلا فوق ان قياس زاويه ج بتساوي 40، ومعايا برضو ان قياس زاويه ن بتساوي 140. يبقى اذا قياس زاويه ن د ج هتساوي 360 ناقص 40 زائد 140 زائد 90. الاجابه برضو هتطلع 90. يبقى اذا ج د مماس للدائره ن عند د. يبقى لما باجي ادور على مماس او هاجي اثبت ان في مماس، انا بدور على زاويه تعمل 90. تعال بقى نشوف السؤال الجنيه، انا بسميه جنيه مش اي حد بتيجي في دماغه. ليه؟ هقول لك ليه دلوقتي. دائره محيطه 44 وقالب ب قطر فيها ب ج مماس، اوجد طول ب ج علما بان الباي ب 22 على 7. طيب انا معايا ان محيط الدائرة بيساوي 2 باي نق، فالمحيط هنا هو مديهولي ب 44 بتساوي 2، الباي ب 22 على 7 نق، ضربت دول فبقى 44 على 7 نق بتساوي 44. فال 44 راحت مع ال 40 بالاسم يعني هتبقى نص القطر طلع ب 7. ده كده معاك نص القطر بس ب 7، فمن ألف لميم 7 ومن ميم لب 7، يبقى القطر كله يا أصدقائي 14. يبقى كده ألف ب هتبقى كلها 2 في 7 ب 14. طب عايز إيه يا عم؟ قال لي ولا عايز حاجة، أنا عايز طول الب ج. طب مفيش أي حاجة توصلني لب ج. قال لي في حل واحد بس. معاك زاوية والزاوية دي اسمها قدامه ضلع، الضلع اللي قدام الزاوية دي لو تفتكر معايا ترم أول بنسميه مقابل. نعم، والسؤال ده له علاقة بالترم الأول تصدق؟ والضلع اللي جنبه اسمه مجاور. يبقى الحل الوحيد عشان اعرف اجيب الضلع ده مش هستخدم غير مقابل على مجاور، يعني ظا. يبقى بقول له كده ظا ج اللي هي 60 بتساوي المقابل اللي هو أ ب ب 14
على المجاور اللي هو ب ج اللي انا عايزه. يبقى كده انا بستخدم ظا مقابل على مجاور. بستخدم ايه؟ ظا مقابل على مجاور. بستخدم ايه؟ ظا مقابل على مجاور. واعمل يا عم طرفين في وسطين على الآلة، هتبقى ب ج بتساوي 14 على ظا 60. سؤال يعني لو جالنا هو ليه علاقه بالترم الاولاني؟ طبعا الرياضه تراكمي، فهو مفتوح ان هو يسال مع الاسف في اي حاجه، ترم اول ترم تاني، يسال في ثالثه اعدادي، في اولى اعدادي، يسال في ثانيه اعدادي. الراجل حر، انا مش هنقدر نكلمه في حاجه. أ ب قطعة مستقيمة طولها 6 سم، ارسم دائرة تمر بالنقطتين أ وب وطول نصف قطرها 4 سم واوجد كم عدد الحلول. هتجيب المسطرة بتاعتك وتقيس لي 6 سم بالمسطرة. هات لي بقى المسطرة بتاعتك وقيس لي كده 6 سم. حلو. وبعد ما تجيب لي المسطرة بتاعتك وقيست لي 6 سم، افتح البرجل بتاعك على نص. عايزك تفتح البرجل وانا مسحت ليه؟ افتح البرجل بتاعك على نص الألف ب. اسمع كويس. افتح القلم بتاعك على نص الألف ب. نص الألف ب، مش هقول تاني، على نص الألف ب. طب الألف ب ب6، يبقى أنا هفتح البرجل على 3 وأقف هنا بالبرجل وأعمل دايرة كده. استنى بس إيه، نوسع الموضوع شوية أهو. نجيب هنا ألف وب، فتحنا على نص ألف ب اللي هو 3. بص ايديك، ركز، وهات البرجل بتاعك واقف هنا واعمل قوس كده وقوس كده، والبرجل بتاعك واقف هنا واعمل قوس كده وقوس كده. وصل الاتنين دول ببعض اهو. حلو. وبعد كده للمرة التانية افتح لي البرجل على 4 سم. حلو. هتفتح البرجل على ايه؟ 4 سم. وهتقف هنا، مرة هتوقف البرجل هنا ومرة هتوقف البرجل هنا، ولف البرجل معاك كده هيطلع لك دايرة، واقف هنا تاني ولف البرجل معاك هنا هيطلع لك دايرة تاني. يبقى كده معانا كام دايرة؟ دايرتين. مش هتقتنع ولا تثبت معاه غير لما تحاول بايديك، فمعلش اتعب كده واسمع الحتة دي مرة واثنين وثلاثة ويلا حلها وتوكل على الله. أ ب وأ ج وتران متساويان في الطول في دائرة م س منتصف أ ب وص منتصف أ ج، وقياس زاوية ج أ ب بتساوي 70. احسب قياس زاوية د م ه وس د، واثبت وان س د بتساوي ص د. الزاوية سهلة كلكم بتعرفوا تحلوها. ده تساوي عمودي زاوية قايمة، فالحتة دي هنا هتبقى زاوية قايمة، مش محتاج ان انا اكمل كلامي، فدي هتبقى زاوية قايمة ودي هتبقى زاوية قايمة وده هيبقى شكل رباعي، هيبقى الإجابة في الآخر 110. خلينا في الجزئية الثانية. س د هو عايز الحتة دي بتساوي الحتة دي. حلو. أنا معايا إن الوتر أ ب بيساوي الوتر أ ج، ومعايا إن م س عمودي على أ ب، ومعايا إن م ص عمودي على الألف ج. خلاص معايا أوتار متساوية، فاستنتج على طول أبعاد متساوية، يبقى أوتار متساوية أبعاد متساوية. يبقى كده بقول له إن م س بتساوي م ص، وبسمي دي رقم 1. ومعايا إن الحتة دي طبعا نص قطر، ومعايا إن الحتة دي كلها كده نص قطر، يعني م د بتساوي م ه، لأن دول عبارة عن أنصاف أقطار، وبسمي دي رقم 2. هطرح بقى واحد من 2 الكبيرة يطلع لي الجزئين اللي هو عايزهم. يبقى بطرح الواحد اللي هو الجزء دوت الميم س من الجزء ده كله يطلع لك الحتة دي. يبقى بطرح واحد من 2، ونفس الكلام الناحية التانية يطلع لي إن د س بتساوي ص ه، وهو المطلوب إثباته. السؤال اللي بعده. أ ب وج د وطران في دائرة م، م س عمودي على أ ب ويقطع الدائرة في واو،
وميم صاد عمودي على ج د، ويقطع الدائرة في ه، وواو س بتساوي ه صاد. أثبت أن أ ب بتساوي أ د. حلو، هنا السؤال ده هيتحل شوية بحاجة جديدة كده، طريقة التطابق، فهنحلها بطريقة التطابق شوية. تعالى كده، تعالى كده. طب ماشي، روح انت كده. استنى يا شباب عشان انا عايزك ايه تشوفها بالله عليك. خليها كده، نطلع من هنا. حلو، هتستخدم ايه؟ هستخدم المثلث أ واو س والمثلث ج ه ص. بس قبل ما استخدمه، هل انا محتاج اي حاجة من هنا؟ ركز معايا، تعالى نتناقش عليها على الرسمة الأول وبعد كده شوف. دلوقتي يا حبيبي انت معاك، انت عايز تثبت ان واو س، وانت عايز تثبت ان أ ب الحتة دي كلها كده بتساوي الحتة دي كلها. حلو، اثبتها ازاي؟ عشان اثبتها ده وتر بيساوي وتر، يبقى انا محتاج ان انا اطلع عمودي. محتاج ان اطلع ان م س بتساوي م ص عشان اعرف اثبت ان هنا. طيب هنا معايا ايه الاول؟ ما انا محتاج اثبت. طب ده المطلوب بتاع التطابق كده، انا عايز اثبت وترين. طب هل هو مديني اي حاجه تخص ان بيساوي؟ لا، هو مديني ان م س الحته دي كده عمودي على أ ب، وقايل ان م ص عمودي على ج ص. خلي بالك انا لازم اطلع ان م س بتساوي. طب اطلعها ازاي؟ هقول لك من الحتتين دول. ازاي يعني؟ واو س بتساوي ص ه، يعني دول اللي هيطلعوا سميهم لي رقم واحد. وميم واو نص قطر، وميم ه نص قطر، يبقى ميم واو بتساوي ميم ه عبارة عن نص قطر، واسميها رقم 2. كده انا فهمتك يا مستر. انت هتطرح واحد من 2 يطلع لي الجزء ده، صح؟ هطرح واحد من 2 كده، انت فهمتني انا عايز ايه. يبقى بطرح واحد من 2، ما انا ما عنديش طريق تاني اطلع بيه ان الميم س بيساوي الميم ص غير الجزئية دي. يبقى انا معايا ان الجزء ده بيساوي الجزء ده، ومعايا ان ميم واو وميم ه دول انصاف اقطار، يبقى نطرحهم من بعض، يبقى كده ميم س بتساوي ميم ص. ما انا عشان اثبت ان الوتر بيساوي الوتر يبقى لازم يكون معايا العمود البعد بيساوي البعد، وعشان اثبت ان البعد بيساوي البعد لازم يكون معايا الوتر بيساوي الوتر. لازم حاجه تبقى هي البدايه. في البدايه اهو بعد بيساوي بعد، احنا قلنا ايه؟ ابعاد عمودي اوتار. يبقى م س عمودي على الألف ب، وميم صاد عمودي على الجيم د. كتبنا عمودي أبعاد، يبقى فاضل لي الأوتار، يبقى ألف ب بتساوي جيم د. كل دي كده بتساوي الكل دي كده. وده كان المطلوب الأول. المطلوب التاني بقى حاجة جديدة بالنسبة لك، هشتغل على المثلث ده. فكده انا معايا الضلع ده بيساوي الضلع ده، ومعايا كمان ان أ س بتساوي ج ص، لان طالما الضلع كله أ ب بيساوي الضلع ج د، يبقى لو خدنا نص الضلع صح، نص الضلع يبقى صح. يبقى كده بقول له ان المثلث أ واو س والمثلث ج ص ه، وبعملهم زي اولى اعدادي تطابق، يبقى فيهما، واكتب الشروط اللي انا شايفها. أول شرط إن واو س بتساوي ص ه. تاني شرط إن قياس زاوية، خلي بالك قايمة جوه كده، أ س واو بتساوي قياس زاوية ج ص ه. وبعد كده قلنا إن أ س بتساوي ج ص. يبقى كده إذا المثلث أ واو س يطابق المثلث ج ص ه. ومن التطابق ينتج بقى اللي احنا عايزينه، ان أ واو بتساوي ج ه. يبقى انا ما عنديش غير حته التطابق اللي بعرف احلها مع حضرتك. تعالى بقى يلا نروح لسؤال رقم 17. الدائره م تقاطع الدائره ن بيتقاطعوا في أ وب، وأ ب تقاطع م ون بيتقاطعوا في نقطه ج.
ودال بتنتمي لميم نون وميم س عمودي على ألف د وميم ص عمودي على ب د. أثبت أن ميم س بتساوي الميم ص. عايزين نثبت ان البعد بيساوي البعد، يبقى انت عايز توصل للوتر بيساوي الوتر. معاك ايه؟ قلت لك يا مستر لما يكون معايا دايرتين انت في بدايه علمتها لي لازم ابدا بيها بعد كده افكر. ايوه صح، ميم نون ده اسمه خط المركزين. حلو يا عم، انت كده فاهم البدايه بتاعتنا بتبقى عامله ازاي على طول. وبعد كده بنقول له ان ا ب عباره عن وتر مشترك، ا ب عباره عن وتر مشترك. يبقى خلاص اثبتنا ان ميم نون عمودي على الالف ب. سبق قلت لك قبل كده ان ميم نون عبارة عن محور تماثل للألف ب. طب ما الميم نون ليه امتداد، يعني دال بتنتمي لميم نون، فمن هنا عرفنا ان من جيم لدال ان دال جيم تعتبر محور تماثل المثلث ألف دال ب. فأي محور تماثل للمثلث بيقسم لك المثلث نصين، يعني الجزء اللي فوق هو الجزء اللي تحت. وطالما قلنا ان ده محور تماثل يبقى كده يا مستر ألف د بتساوي د ب، وهو ده اللي انا عايز اوصل له، ووصلت له من عن طريق الجزئية دي. خلاص كده انا معايا ان م س عمودي على ألف د، معايا ان م ص عمودي على د ب، يبقى اذا م س بتساوي م ص. شك الدبوس البرهان لو ركزنا فيه. سيبك بس انك خايف تحل، وصدقني والله كل اللي بيتفرج عليا ومهتم صدقني هتعرف تحل احسن من الناس اللي قاعده ما بتتفرجش معاك. دائرتان متحدتان المركز م ه ج مماثل للدائره الكبرى، وه ج تقطع الدائره الصغرى في ا وب، ودال منتصف ا ب، وقياس زاوية ج ه د بتساوي 40. اوجد بالبرهان قياس زاوية د م ج. اعتقد احنا ما عندناش سؤال جديد هنا. ليه يا مستر؟ ما هو نفس الفكرة ونفس تساوي عمودي زاوية قايمة، مماس عمودي زاوية قايمة، شكل رباعي 360، يبقى الإجابة في الآخر هتطلع 40. طبعا احنا زهقنا من الشكل الرباعي بطريقة غبية، كل شوية بيسأل على الشكل الرباعي. بكده يا شباب بتكون حصة البرهان بتاعت الحصة التانية في كتاب المراجعة تكون خلصت. أتمنى نكون استفدنا استفادة كويسة. عندك أي ملحوظة، عندك أي حاجة، بتكلمني في الحصة بتاعتك أو بتيجي تسألني على الواتس. أشوفكم على خير وباي من غير سلام.